الفيلم بيبدأ مع بنتين جوه كهف، واحدة بتقول إن دول ال7 مفاتيح، وصاحبتها بتقول لها خلي بالك لو اخترنا اختيار غلط ممكن نموت. وبنسمع صوت صريخ وبنلاقي إن زميلهم طلع سيف من الحيطة وقتله. صاحبتها بتبدأ تنهار فبتقول لها ما عنديش وقت للعواطف، وبتبدل مكان الأحجار وفجأة المكان بينهار والسلسلة بتاعتها بتقع والمكان بيتهدى عليهم. وبنروح لمشهد بنشوف فيه بنت بتحاول تدخل الكهف. أول ما بتحط رجليها قدام الكهف الأرض بتنهار والمكان بيكون فيه أفخاخ كتيرة وبتقدر تعديها، وبنعرف إنها عالمة هندسية وطلعت من الكهف بصندوق، وبتقابل ناس قدام الكهف بيحاولوا ياخدوه منها لكن هي بتقدر تتخلص منهم بسهولة. ودي بطلة قصتنا لي، بس احنا هنسميها البت الجامدة زحلية، وده هنعرف سببه قدام. بتروح تتغدى مع اصحابها وبيدردشوا، وصاحبتها بتقول ان الستات لازم تشتغل اكتر من الرجاله عشان تلاقي اهتمام. وبتيجي واحده بتقول لي انها عاوزه تتكلم معاها لوحدها، وبتقول لها انها بتكتب بحث وعاوزه رايها في بعض الامور. قبل ما بتخلص لي اجابتها بتسلمها صندوق وتمشي، ولما بتفتحه لي بتلاقي جواه كتاب وبتتاثر لما بتقراه. بيجي لها اتصال من شخص بيقول لها انه معجب باعمال امها، وبيطلب منها انه يقابلها في لينج تونج او لونج تونج، المهم ان هو هيقابلها في الصين. وبتقرر تسافر هي واصحابها، وهما بيتمشوا في الصين بتقابل شخص واضح ان مفيش بينهم عمار. بيطلب منها تقابل الشخص اللي كلمها لانه عنده معلومات بخصوص الست الوالده، وبتروح تقابله. اول ما بتقابل الشخص ده واللي واضح انه القائد بتاعهم وبيكون شبه المصارعين، بيطلب منهم ياكلوا في الاول طبيعي، يعني الناس جايه من سفر. وهما بياكلوا بيقول لها انه عاوز تجيب له قلب التنين مقابل كتابات امها. بتقول له الصباح رباح ما تصدعناش. وتاني يوم بنلاقي الواد ابو نضاره قاعد من الفجر بيدرس ويبحث، وده بيفكرنا بدحيح الدفعه اللي عامل لك عقده يا صاحبي. وفي لحظه صفا بينه وبين الواد الاصفر بيقول له انت بتعمل كده عشان الانتقام ولا الشهره؟ قال له عشان اكل العيش. اكل العيش مر يا حبيب اخوه. وبنشوف ليه بالليل بتتكلم مع صاحبته، بتقول لها انها مش مرتاحه ومش لازم تثق فيهم. صاحبتها بتقول لها ما تقلقيش، في حاجات كتير لازم نقلق عشانها، ويلا تخمدي بقى. وبتصحى ليه من النوم على صوت صريخ وضرب، وبتقدر تخلص عليهم لانها جامده زحلية، وبتهرب هي واصحابها. والصبح بتروح تتفقد المكان وبترجع تقول لهم ان الناس عارفين اننا بنذبحهم، وبنعرف ان في ناس بتنافسهم على قلب التنين. وبنلاقي ان الواد الاصفر وقع تحت ايدهم، وبيسأل الزعيم بتاعهم انت تعرفني؟ قال له يعني سمعتك سبقاك. فقال له سمعني. قال له واطي وكلب فلوس. فرد عليه وقال له حبيبي تسلم. فسأله هي البت اللي معاكوا اسمها ايه؟ قال له لا كله الا الفتنة. You will tell me her name. وهنا في ندلته بيفكرني بواحد اعرفه. وبنرجع للي والشله وهما ماشيين في امان الله، بيلاقوا بروسلي نازل من الشجر وبرضه بتخلص عليه. شكلها اجمد من بيكي لينش، ولكن بتكون عاوزه تنقذ الواد الاصفر، لكن العصابه بتمسكها هي كمان. وبتسال زعيم العصابه بتقول له انت مين؟ فبيرد يقول لها انا اللي وسوست للشيطان وقال امين. فقالت له معقول حد في هيبة حضرتك يعمل حمام في البسين؟ وبتقوم مديها على ظهره جايبه له الغضروف. والواد اللي معاها عمل نص الجدعنه وجرى وسابها، بس هي بتخلص عليهم وبتقدر تهرب. ما بيلحقوش يتهنوا بيلاقوا العصابه لقيتهم تاني، والبوس بتاعهم بيبص لها وبيقول لها هو انت بقى عين امها؟ هو قال لها كده فعلا. قالت له نعم وانت تعرف امي منين؟ قال لها كانت اخت فاضله. وطلب منها تساعدهم عشان يوصلوا لقلب التنين عشان هيساعدهم في توحيد شعبهم. قالت له يعني مش عشان انت حرامي؟ قال لها عشان توحد الشعب. وبيعرفها انه اصلا كان متفق مع امها انها تجيب له قلب التنين مقابل اللي هي عاوزاه. وتاني يوم بتشوفها الفجر مع الواد الاصفر، بتقول له الموضوع ده خطير صح؟ قال لها ما يهمنيش مادام كده كده هيندفع لي. وهنا بدات تعجبني شخصيه الواد المادي ده، وبيقول لها لو وجودي هيساعدك فانا مستعد 100%. فبصت له وقالت له مش بتشاط يا نحنوح. وتاني يوم بيتجمعوا عشان يلاقوا قلب التنين. فالاستاذ اللي هو شبه المصارعين بيقول له شفتك مع البت البارح، انت شغال عندي ما تنساش. قالوا لو رجعت في كلامي. وبيوصلوا للكهف وبيعدوا كل الافخاخ. فالبص بيقول لها كلمه لازم ترددها عشان توصل لقلب التنين. بتقول له انت مش جاي معانا؟ قال لها الدكتور قال لي بلاش تحمل على ركبتك وانت عارفه الرطوبه في الصين وكده. وبتقوم البت صاحبه ليه نكشه الواد اللي شبه المصارعين وبتقول له انا بترجم البرديات وصاحبي بتاع حفريات، انت بقى بتعمل ايه؟ قال لها انا مشغل اللي زيكم عندي. بيقوم الاصفر قايل ليه انت محتاجه واحد ذكي وامور معاكي. قالت له اقعد ساكت يا شاطر. وبيطلع سهم مسموم من الحيطه بيقتل ابو نضاره، وليه وصاحبتها بيكونوا زعلانين عليه قوي
وصاحبتها بتقول لها انا عارفه انه كان عبيط بس كان العبيط بتاعنا. صنف ما بيرحمش الراجل حتى في تربته. والواد الاصفر بيقول لها ما تثقوش في الراجل المتخلف ده، هو عايز يسرق منكم قلب التنين. قالوا له متشكرين يا سيدي على المعلومه. بتبص ليه على الارض بتلاقي السلسله اللي وقعت من الست في اول الفيلم. بتطلع الست اللي كانت في اول الفيلم مامتها، وبعد شويه تاثر وصعبانيات بيقفوا قدام السبع احجار، وبتقدر ليه تحط الحجر في مكانه وبتاخد قلب التنين. والاحجار بتقع فوق صاحبتها بس مش بتموت. وليه بتقول لصاحبتها بعد ما طلعت الحمد لله ما متيش، ما كانش هيبقى لي صاحب غير الواد الملزق ده. قال لها يعني بقيت صاحبك؟ قالت له اخرس، اسكت بقى كسفتنا. وبينزل شخص من السقف بيحاول يقتلهم، بس بعد محاولات بيخلصوا عليه. والراجل بيستغل الوضع وبيسرق قلب التنين ويهرب، بس ده ما بيطلعش قلب التنين، وقلب التنين الحقيقي بيكون سيف الامبراطور الصيني، وبيقدروا يطلعوا من الكهف بسلام. وبتسلم السيف للبوس عشان يوحد الشعب. وتوتة خلصت الحدوته. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وسلام.